بعد ما عدينا الكلاسيكو واخذنا نفس واخذنا راحه كم يوم، خلصنا تحفيل وتطفيل وخناقات مع غريمنا برشلونه، اجى الوقت لحتى نطلع على النادي داخل النادي وشوف في مشاكل صايره فيه. نحن ولد حرام اصلي مشى اللعب على من اهم المشاكل اللي نحكي عنها هي مشكله فينيسيوس اللي هو عم يطلع من مباراه الكلاسيكو عم يتبدل، حكى انه دائما هو المظلوم، دائما هو اللي عم يتقصد المدرب لحتى يطلعه، دائما هو اللي عم يتحجم بمكانه لحتى ما يبين نجوميته. وطبعا الونسو سوى حاله ما شايفه، وبعد ما الشيء اللي عمله فينيسيوس دخل غرفه تغيير ملابس ورجع طلع وتخانق مع لعيبه برشلونه وهيك، هالشيء ما عدى بسهوله يعني. الشباب لاطين لك برا، وبس نويت تطلع اليوم راح يعملوا لك قتل حشك ولبن. وطبعا الشيء اللي عمله فينيسيوس ما حلوه لانه خلاه علقه على كل لسان بعد ما انه كان مقدم اداء كويس، لهيك احنا قعدنا فهمناه غلطه وحكينا معه كلمتين، وبعدين راح حكي كلمتين مع شيخ الشباب تشابي الونسو مع جدو بيريز، طيب خاطرهم بكلمتين واستسمحهم وبس ايد عمو الونسو وبس رجله لجدو بيريز، وتوعد انه حلف يمين وتحلف انه ما بقى يعيدها، ونزل بيان رسمي بهذا الشيء انه خلص توبه وانا اسف سامحني. وانا بقول ان شاء الله يكون تربى وما بقى يعيدها، لانه انا بصراحه نصحته انه يكون مثل اخوه الكبير مبابي، خلاص انت خليك بالملعب، خلي ذهنك وتفكيرك بالملعب، ما تفكر برا الملعب لانه وقتها حتخسر كثير، حتضيع تركيزك اللي هو اصلا نحن من شق حالنا حتى نوصل لك اياه، فخليك بتركيزك وتضبط تصرفاتك ودير بالك من اي غلط تغلطه ممكن يقلب عليك بهجوم كاسح، وخصوصا انه هلا شيخ الشباب الونسو اخذ دعم من الاداره ومن الجماهير ومن الصحافه ومن كل واحد في اسبانيا. اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد لسه اللي جاي جامد. اما الموضوع الثاني بدنا نحكي عنه فهو الخال سامي كربخال، هو بخلص كرة القدم من اكثر من سنه وما مضطر يقدم اي شيء لحدا بصراحه، ما شاء الله عليه يعني اليوم نجوميه شهره مصاري كل شيء موجود، كل شيء بدك اياه موجود، القاب طبعا كله متوفر وكثير يعني. فهي اخر سنه بعتقد داني كربخال مع ريال مدريد تم تكريمه فيها بعد ما انصاب السنه الماضيه اصابه طويله، لهيك هو عم يحاول انه ينبسط فيها ويستمتع قدر الامكان، بس الاصابه ما عم تخليه، لهيك ممكن تكون هي السنه كمان هي اخر سنه لداني كربخال في كره القدم. للاسف لسه عمره مو كبير كثير، ولكن الاصابات المتكرره بهذا العمر بتخلي اللاعب يضطر انه ينزل اداؤه كثير، وبالتالي يا اما يعتزل بالمستوى الموجود فيه حاليا او انه يروح يلعب بانديه صغيره كثير ممكن يعني يحسن يتاقلم فيها شوي شوي. ابو سمعه ما له حدا برات الحاره، وطول عمره من بيته لمحرسه من محرسه لبيته. يعني الخال ما لعب ربع ساعه بالكلاسيكو وطلع بعدها مصاب بإصابة مده شهرين، فانت لك تتخيل قديش جسم كربخال عم يساعده لحتى يلعب مثلا، فالشيء كله بيشرح لك انه داني كربخال هي اخر سنه له عم يحاول ينبسط فيها، عم يحاول يستمتع فيها ويقضي ايام حلوه باخر سنه له مع ريال مدريد، واتمنى انه يختمها بالقاب طبعا. حرام تكون زلمه انت يا بكره، ليش لازم تكون ملاك حبيبي يلا. وهون نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم الفيديوهات اول باول، واستنوا فيديوهات جديده جايه لحتى نحكي عن مواضيع اهم واكثر ان شاء الله. سلام.